هذا المحور الذي لفت انتباه الجميع اليوم. البعض يتساءل عن ضخ مليار دولار أمريكي من طرف الجزائر لصالح مشاريع تنموية في إفريقيا. كيف ولماذا ومن المستفيد وفي أي إطار؟ كل هذه الأسئلة تطرح اليوم منذ معرفة الخبر على لسان رئيس الجمهورية. فالفقرة الخاصة بهذا الموضوع تقول: قناعة من الجزائر بارتباط الأمن والاستقرار في إفريقيا بالتنمية. قررت، أي رئيس الجمهورية يتكلم هنا، ضخ مبلغ 1 مليار دولار أمريكي لصالح الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية لتمويل مشاريع تنموية في الدول الإفريقية، لا سيما منها تلك التي تكتسي طابعا اندماجيا أو تلك التي من شأنها المساهمة في دفع عجلة التنمية في القارة. وستباشر الوكالة إجراءات تنفيذ هذه المبادرة الاستراتيجية الهادفة بالتنسيق مع الدول الإفريقية الراغبة في الاستفادة منها. هذه الفقرة فيها كثير من الأسئلة فعلا، يعني البعض قد يتساءل، يطرح تساؤلات: لماذا 1 مليار دولار أمريكي؟ لماذا الجزائر تقرر ضخ هذا المبلغ لصالح المشاريع التنموية؟ من سيستفيد من هذه المشاريع؟ ما هي هذه الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية التي تم ضخ هذا المبلغ لصالحها حتى تمول هذه المشاريع التنموية؟ فأسئلة كثيرة تطرح. وهذا الوكالة لمن يذكر بأنه كانت قد أعلنت من طرف رئيس الجمهورية في قمة الاتحاد الإفريقي 35، وتم صدور مرسوم رئاسي يتضمن إنشائها في الجريدة الرسمية، لأنها مؤسسة عمومية ذات طابع خاص تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتوضع تحت تصرف أو وصاية رئاسة الجمهورية، ويمكن لها في إطار ممارسة مهامها أن تتوفر على ممثليات في الخارج. شوفوا باش نختصرها لكم، تعرفون وكالة تيكا الخاصة بالتنسيق الدولي التي تضعها تركيا. وكالة تيكا في 20 سنة مولت مئات المشاريع في إفريقيا وغير إفريقيا، حتى المشاريع الصغيرة. يعني أحيانا تمول مخبزة في سيراليون، ولا تمول ورشة خياطة في بورندي، ولا تمول مجموعة شباب يبحثون عن عمل في تشاد. يقولوا وكالة تيكا تركيا خلف هذا. الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية هي تقريبا في نفس المهام، والمليار دولار هذا سيذهب إلى هذه المشاريع. يبقى لماذا؟ هذا سؤال كبير، يعني سؤال يجب أن نوسع النظرة حتى نفهم السبب. لأن